كانت في 17/8/23، بس هي القضيه لسه شغاله. هو الولد بس اللي اتحكم عليه، القضيه فيها جوانب تانية لسه يعني في المحكمه وكده. رفعت القضيه علشان الحادثه بتاعه الاطفال اللي هم بتوع المدرسه الدوليه. احنا كنا رايحين المصيف، كنا واصلين يوم الخميس، بنتي نزلت لعبت ساعه في الميه، اختها بتقول لي عايزه اغسل ايدي، فالتراس بتاع الشاليه احنا بننزل، فاحنا كنا لسه واقفين بقالنا ساعتين. نزلت لعبت ومعاها 2 صحابها، واحده قدها وولاد صاحبتي اللي هي الشاليه بتاع صاحبتي اصلا. فراحت بتنط في الميه، فاهمه، بتنط وتنزل لتحت. اصلا بتقوم مسافات طويله جدا. الولد ده كان واقف مراقبها، هو كان واقف مراقب ايسل كانت لابسه مايو بوم. اللي لفت نظرك فيها ان هي شعرها طويل، شعرها كيرلي وبنوته جميله كده يعني. فالمهم ايسل بتنط، انا خدت اختها في الوقت ده، اديت عارفه انت كانك بتقفلي باب اوضه واديتي ظهرك. صاحبتها بتقول لها اطلعي سوسو، بنتي طالعه ميته تماما ما فيهاش نفس. ثواني انا خدت اختها قبل ما اوصل للشاليه، هي نطت، الواد شدها من تحت راح كتم نفسها. احنا كل ده طبعا ما عرفناهوش، يعني احنا كل ده لحد يوم الجمعه. انا كل بقى التحقيقات النيابه والمحامي العام والدنيا مقلوبه في السويس. قريت اللي كانت الساعه 4، انا كان اخر فيديو مصوراه كان 3:56 دقيقه. عارفه انت السنون اللي هي بتاعت السلالم السيراميك اللي في البسين، هي بتنط، عارفه انت الركبه من ورا الحته اللي هي الخفيفه اللي ممكن تسهل ان انت تتعوري او يجي لنا التهابات فيها من الحر دي، ورا في الحته دي. فالمغسله بتقول ايه ده، ايه اللي معور ايسل هنا ده؟ وكيل النيابه سمع الكلمه قال قال لي سيبيها يا ساميه استني. حطها على الترولي تاني، راح الدكتور كشف قال له اكشف تاني. نمي عين ايس، راح شفايفها في زرقان، لقوا في عند شفايفها زرقان. هو ده طفل رايح يرفع عن نفسه، رايح يتعلم، رايح يبقى عنده هدف، رايح يحقق احلامه. يعني هل انت تعتقد العيال دي هتعيش عيشه طبيعيه بعد كده؟ فهو ايسل بقى القدر. طبعا الشرطه جابت العيال كلهم، العيال كانوا مشوا، رجعوهم من عند الطب العالمي ومسكوا الولد ومامته. فراحوا مرجعينهم، طبعا حبسوا كل واحد في مكان لحد ما اعترفوا كلهم، راحوا معترفين على الولد. صاحبه اعترف عليه وهو الولد اعترف. وطبعا التحقيقات والالفاظ اللي موجوده، بنتي دي اشهر واحده في المحافظه، اللي هي بنوته رائعه بكل التفاصيل، اللي احنا قاعدين نحقق احلامنا ونحلم مع بعض، وان احنا هنعمل كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها. هروح يا ماما ادرس طب في المانيا، انا هعمل مركز طب يا ماما، الناس مغبنين ابن اخويا دكتور في الحالات الحرجه في المانيا. ماما انا هروح عنده يا ماما، هروح عند كريم وبصي هعمل حاجات رهيبه. اسماعيليه هنا اصلا مدرستها يعني هي كانت في قناه السويس للغات، اشهر واحده في المدرسه كلها. المدرسه اخذت جوده سنتين بسبب ايسل، فاهمه؟ يعني اللي انا نزلته ده مش ربع في المية من حياه ايسل اصلا. يعني في واحده اهي ماتت بسبب زي حوار زي اللي لسه حاصل، اللي هي بسبب تحدي ماتت. في طفله ماتت بسبب ايه؟ بسبب التحدي. بسبب ايه برضو الاطفال اللي لسه حاصل فيهم بسبب التعدي؟ ما الاطفال دي لسه، الاطفال دي ذنبها ايه؟ كان بقى طفل بقى هيحصل له زي اللي بيحصل ده، وهنفضل كلنا اللي هو عشان هو قانون خلاص، هي دي اقصى عقوبه. ما هو ربنا قال من قتل لا يقتل، ما قالش اقصى عقوبه ولا قال له عقوبه. صح جدا. بنوته شاطره، بنوته عارفه حدودها، بنوته كانت تروح المدرسه ما بتعملش اي حاجه غير ان انا قاعده اركز في اللي الميس بتشرحه. الميس كانت قبل ما تكتب الهوم ورك على الجروب، بنتي كانت بتيجي تعمله كله. بنوته كده بتحب صحابها، بتحب اهلها، بتصلي، حافظه القران، شاطره جدا جدا في الانجليش، شاطره في العربي. هي بصي انت ممكن تسالي عنها المحافظه كلها، تسالي عنها اسماعيليه كلها، لا بيراعي ربنا. كل واحده مش احنا عادي، احنا ممكن مصاريفنا تقضينا بس بالرضا، وان انت تكوني راضيه، وان انت ربنا هيحاسبك على اولادك دول، مش قدهم ما تخلفوهمش. هي الفكره مش فكره ان انا اخلف وارمي، ربنا هيحاسبك. انت دمرتي عيله تانية، يعني ما كانش، يعني كان كل هدفها في الحياه تعيش مع اولادها وبس. انا ما كنتش بتمنى حاجه من ربنا غير ان عيسى واختها بس يعني حتى يعني ما كنتش عايزه اي حاجه تانية. عمري ما تمنيت حاجه من ربنا غير ان ولادي يفضلوا موجودين بكل الحاجات الجميله اللي احنا كنا عايشينها معاهم، راضيين بكل حياتنا، وكل حياتنا راضيين بيها وجميله، وبركه ربنا موجوده. يا نهار ابيض، ايه كل دي؟ شكلهم ناس مهمين جدا. بص يا مصطفى، ولابسين بيضات كمان. استنى، احنا بقى هنعرفك احنا مين. السلام عليكم، احنا اطفال هيئة قناة السويس للغات. النهارده حفلة تخرجنا ومعاكم ايسل عمرو. دلوقتي هنبدأ حفلتنا بأهم فقرة عندنا، وهي قسم التخرج. مصطفى، بتحب مصر؟ طيب بتحبها قد ايه؟ استنى،
عارفين انكم متشوقين لمواهب اطفالنا الحلوين. هنرجعكم لزمن فن الجميل وسكتش حلو. هنشوف سكتش حلو ومش تقيل للفنانة ريما والفنان عبد العزيز. الانجليش نعم. عبرت سامية كامل والدة الطفلة الراحلة أيسر عمرو ضحية اعتداء طالب في عام 2023 عن تجدد أحزانها بعد مشاهدتها واقعة تعدي 4 عمال على أطفال داخل مدرسة الدولية بمنطقة السلام، مؤكدة إن الصورة أعادت إليها تفاصيل مأساة ابنتها التي ما زالت تعيش داخلها حتى اليوم. وقالت سامية كامل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON إن قضية ابنتها أخذت مجراها القانوني، إلا إن الألم لا يفارقها، موضحا لما بنتي ماتت حياتنا وقفت، لأن اللي قتلها سيخرج من السجن ويعيش حياته، وأنا راضية بقضاء ربنا وعارفة إني مش هسيب حق بنتي. وأشارت سامية كامل إلى أنها فور رؤيتها الحادث الجديد في المدرسة الدولية بمنطقة السلام مدرسة السيدس لم تستطيع منع نفسها من إعادة نشر الواقع عبر حسابها الشخصي، تعبيرا عن خوفها على الأطفال وخشيتهم من أن يتكرر الألم ذاته مع أسر أخرى. وأضافت سامية كامل إنها كتبت منشور على صفحتها فور علمها بالحادث، موضحا أن الأطفال ضحايا المدرسة الدولية لا ذنب لهم في تحمل مثل هذه الأزمات القاسية. وقالت الأطفال كل طموحهم يعيشوا حياة طبيعية ويحققوا أحلامهم وما يستاهلوش يشوفوا حاجة بالشكل ده. ولم تكن أيسل مجرد طفلة في 7 من عمرها، كانت حلما صغير لأسرتها يمشي على الأرض. حفظت من القرآن وأحبت مدرستها وخطها كل يسير إعجاب معلميها، وأرادت أن تصبح طبيبة تدرس الطب في ألمانيا ثم تعود لتفتح مركز خيري للعلاج غير القادرين. لكن انتهى كل هذا في صيف 2023 حيث كانت أيسل تقضي العطلة رفقة أسرتها في إحدى قرى العين السخنة، وأثناء لهوها ورفقها صديقتها انتهز طالب بإحدى المدارس الدولية غياب والدتها لبضع دقائق بعدما ذهبت بشقيقتها الصغرى للحمام، وارتكب جريمته بحق الطفلة. ظل الطالب يراقب أيسل لفترة أثناء تواجدها في المسبح، وبمجرد غياب الأم جذبها إلى داخل المسبح وأفقدها القدرة على التنفس، ما أسفر عن إصابتها بسكتة قلبية واعتدى عليها جنسيا، تحرش بها تحت الماء وأصابها بسكتة قلبية. وبعد عامين من الواقع قضت محكمة جنايات أولى درجة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عام في اتهامه بالاعتداء على أيسل وإنهاء حياتها. ونشدت والدة أيسل في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك رئيس الجمهورية والجهات المختصة بتعديل قانون الأحداث لتكون الأحكام رادعة، خاصة عندما تتعلق بالجرائم بالاعتداء على الأطفال، ويكون الحكم بالإعدام شنقا، قائلا: سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بكلم حضرتك كأب، أرجوك حضرتك حاول بأي وسيلة في تعديل قانون الأحداث على الأقل في القضايا التي زي أيسل.